السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا أصدقاء؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله التمرين رقم 70 في برنامج الإعداد العام. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نوصل للتمرين رقم 70. هتلاقي التمرينات دي كلها محطوطة في بلاي ليست، بس لازم لو هتطبق البرنامج ده تركز في بعض النقاط المهمة جدا. بتكلم معاك كل مرة فيهم وأقول لك أول نقطة: ضروري أوي يكون السباحين اللي معاك عامل لهم كشف طبي ومطمن على حالتهم الصحية، لأن البرنامج ده فيه حمل بدني عالي، فطبعا مش هينفع يكون السباح لا قدر الله عنده مشاكل وتحمل عليه. نقطة تانية والمهمة: ضروري أوي إن السباحين اللي معاك تكون معلمهم جميع مهارات السباحة. وأنا عامل لك برنامج برضو تعليم سباحة حاططهولك في بلاي ليست. تبدأ مع السباح من أول الصفر لغاية لما يبقى سباح متعلم جميع مهارات السباحة، بس طبعا تراعي الفئة العمرية. عايز اقول لك كمان النقطة الأخيرة: إن قبل السباح ما ينزل يتمرن معاك لازم يعمل إحماء دراي لاند ستريتشنج، وده هيساعده في إن هو إن شاء الله يستفيد بالتمرينة قدر المستطاع. التمرينة بتكون مكونة من مجاميع أساسية، والمجاميع الأساسية بداخلها مجاميع فرعية. عندنا المجاميع الأساسية بتكون الورم أب، البري مين، المين سيت، الريكفري، والتوتال. النهاردة إن شاء الله التمرينة 2000 متر. ال2000 متر دول فيهم متنوع كتير قوي من المجاميع، ومتنوع كتير قوي من التمرينات اللي هتساعد ان شاء الله السباح ان هو مستواه يتطور بشكل كبير. حافظ على التمرينة وركز في كل صغيرة وكبيرة فيها. ولو هتطبقها على السباحين خد بالك ان التمرينة دي مدتها ساعة. التمرينة دي احنا بنشتغل على حمام سباحة 25. ممكن تطبق التمرينة دي مرة واتنين بحد أقصى 3. لو الغياب معاك مثلا كتير، أو لو حسيت التمرينة راحت منك، أو لا قدر الله لو حصل أي حاجة، نكرر التمرين مفيش مشكلة، بس نركز في النقاط الهامة الخاصة بالتمرين. هنبدأ نشتغل النهاردة على الورم أب. عندنا 300 متر حرة. في ال 300 متر حرة السباح بيروح ويجي 12 مرة، بيكون عنده 12 ستريم لاين، 12 بريك اوت، بيكون عنده 11 تيرن. مهم أوي السباح يعمل التكنيك بتاع العومة، دراعه يكون عالي بره المية، الراس مظبوطة، وضع الراس، وضع الجسم مظبوط، بيتنفس كل 3. ده طبعا بيساعده إن شاء الله مستواه يتطور بشكل كبير، يخش في جو التمرينة ويبدأ يبقى منتبه معاك. البراي مين عندنا النهاردة عبارة عن 8 في 25. 8 في 25 كيك حرة. الدراعات سكالينج، اما الراس بره الميه، يعني بيقول ان اوفر هيد اب فاست كيك، الريست الشده 90 والريست 30 من غير زعانف. مهم قوي ان السباح يشتغل ضربات رجلين قويه، دراعاته بتكون سكالينج. ده بيساعده ان هو يكون عنده احساس عالي قوي بالميه ويخش معاك برضه في جو التمرين. عايز اقول لك على معلومه مهمه قوي وممكن ما كنتش قلتها قبل كده بس اتسالت فيها: ان الورم اب والبري مين ما بيعدوش ال20 دقيقة. يعني ال20 دقيقة او اللي في اول التمرينة، لان احنا التمرينة بتكون مقسومة الى 3 اجزاء. 20 دقيقة تسخين. التمرينة كلها على بعض ممكن تكون من 60 30 دقيقة، فاصبح عندك 50 و10 دقايق ممكن بالراحة، اللي هو القام داون او الريكفري. ركز ان الورم اب والبري مين ما بيعديش ال20 دقيقة. عندنا المين سيت النهارده 1400 كيلو، 1400 متر، الكيلو 400 متر، متكونة من 6 مجاميع. ركز في ال6 مجاميع علشان هما برضو بيسلموا بعض وما تتوهش، لأن فيها رجلين، دراعات، دراعات، رجلين، كلها على الحر. أول مجموعة عندنا هي 8 في 50 حرة سبرنت. 95% الشدة، ممكن توصل ل100%. الراحة بتاعتك 45 إلى دقيقة. سباح بيطلع على الستريم لاين قوي، ضربات رجلين كيك دولفين، بينتقل منها إلى رجلين التبادلية، رجلين الحرة. بعد كده بيطلع أول كاتشين من غير نفس، بيحاول يعوم ويثبت اتجاه النفس طول ال50. وبعد كده بيعمل الترن بتاعه، بيعيد الستريم والبريك اوت بتاعه، بيخش على الحيطة بفينش. اسمع التايم بتاعه، لازم تثبت له التايم بتاعه طول ال50، طول ال8 في 50. التايم بتاعه تحاول تثبته، هيزيد 5 ثواني هيقل 5 ثواني. المهم ان السباح لازم يعرف الافريج بتاعه بيقول ايه. بعد كده الراحة بتاعتنا ما بتكونش بعد ال50 التامنة، ما بتكونش الراحة إيجابية، بتكون سلبية، بتكون الراحة إيجابية. بنخلي السباح يعوم 200 حرة 80% كل 3 نفس، يعني بيرتاح وهو عايم. كده بنخش على المجموعة التالتة. 8 في 50 ضربات رجلين، بيطلع كل اللي عنده، ولازم يسمع التايم بتاعه ويعرف السباح بيجيب قد إيه في الرجلين، بيجيب قد إيه في الدراعات. بعد كده عندنا 4 في 200
المجموعة رقم 4 عندنا 200 حرة ايروبيك بعد الرجلين، يعني احنا اشتغلنا كامل رجلين كامل راحة، رجلين راحة، بعد كده بنرجع نعيد تاني 8 في 25 حرة سبرنت اول اوت، ما بقتش 50 بقت 25. احنا هنا بنشتغل على حاجة اسمها تحمل سرعة، ان انت يكون عندك قوة تحمل وانت بتجري، فهنشتغل على 8 في 25 والسباح لازم يسمع الرقم بتاعه. الراحة بتاعتنا بتكون إيجابية، فبنشتغل 200 متر حرة ايروبيك 80%. التمرينة مش صعبة، بس تحس ان لازم تقراها، ما تتفاجئش بيها على المية، لازم تعرف انت شغال لايه، التارجت بتاعك ايه، هتوصل لايه، فتعرف ان التمرينة فيها سبرنتات او كلها يعتبر سبرنتات، بس الراحة بتاعتك هنا ايجابية مش سلبية، الراحة بتاعتك عوم، فانت عندك 3 مرات بتريح، اصبح ان عندك 3 متينات وباقي والتلاتة التانيين سبرنتات على رجلين. ركز في التمرينة، تمرينة سهلة جدا، الناتج بتاعها ممتاز، ممكن تطبقها على السباحين مرة واتنين بحد أقصى 3، بس لازم تعرف إن التمرينة دي هتسمع السباحين اللي معاك أرقام كتير في ال25 في ال50 في سواء رجلين أو دراعات، وفي ال25 وفي الرجلين وال50 رجلين ودراعات. الريكفري النهارده عندنا 100 متر دبل باك، السباح لازم يطلع من المية هادي، وكده كده اوريدي مهدي في ال200 ايروبيك فري اللي هي المجموعة رقم 6، بس برضه بنأكد عليه ان هو اتهدى تمام، يطلع بقى بره جو التمرينة باك بريست، بيزوق المية بإيده الاتنين وبرجله بيشوط المية أو بيعمل كيك للمية برجلين البريست وبيتنفس كويس. التوتال النهاردة 2000 متر، حاول تقيس للسباحين اللي معاك في ال25 50 100 200 على الأربع عماد، بس المعلومة اللي هقولها لك والنصيحة، اوعى تقيس على تكنيك غلط، لو قيست على تكنيك غلط الغلط بيثبت وبيطلع مشاكل كتيرة جدا. شكرا لكم يا شباب، واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. لو وصلت لهنا معنى كده ان انت مهتم بالسباحة، مفيش اي مشكلة لو سبت لي كومنت وقلت لي السباحين اللي معاك اعمارهم كام سنة، اشتغلت معاهم على البرنامج ولا لسه، وصلت معاهم لو اشتغلت في البرنامج على ايه. اكتب لي ده في الكومنتات وقول لي انت القياسات بتاعتهم في ال50 عاملة ايه، وفي ال100 وفي ال200 وفي ال400. اخر نصيحة هقولها لك، اوعى تقيس على تكنيك غلط. وهقول لك على معلومة مهمة جدا، ان انا سايب لك 2 بلاي ليست، واحد في البرنامج كامل من اول تمرينة واحد لغاية التمرينة بتاعت النهاردة، والبلاي ليست التانية انا سايب لك فيها برضو منهج تعليمي بيتكون من 10 مستويات فنية اتكلمت عنه قبل كده، هتلاقي كل مهارة مشروحة في المستوى ده، بنتكلم ازاي في المستوى ده، وبنقول المسكات الصح، التمرينات، الأخطاء الشائعة، ازاي تكون مدرب سباحة محترف. شوف البلاي ليست ده واتفرج عليه، ولو عجبك اعمل لايك واعمل اشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.